السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار النادي الأهلي. لا تنسوا الصلاة على الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الأهلي يفحص سمنة أحمد رضا غدا لتحديد مصيره من مواجهة فاركو. ياسين مرعي يمتلك شخصية الأهلي وسينضم لقائمة المنتخب قريبا. وإسام أبو علي يتدرب منفردا لحين انتهاء أزمة كولومبوس الأمريكي. الأهلي عن عودة إمام عاشور للمباريات لن نتعجل خوفا على مصلحة اللاعب. أشرف بن شرقي يقترب من تشكيل الأهلي أمام فاركو في الدوري. اليو ديانج يستفسر من مدرب الأهلي عن أسباب الغياب أمام مودرن سبورت. وريبيرو يعالج أخطاء الأهلي الدفاعية قبل مواجهة فاركو بالدوري. مش مفهوم وملوش مبرر، تعليق ناري من مودرن سبورت على اعتذار حسام حسن لجماهير الأهلي. كل هذه الأخبار سوف نعرف تفاصيلها، ولكن لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات وعمل لايك لهذا الفيديو. الأهلي أفحص سمانة أحمد رضا غدا لتحديد مصيره من مواجهة فاركو. يخضع أحمد رضا لاعب خط وسط النادي الأهلي لفحص طبي غدا الثلاثاء لمعرفة أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالفريق، وذلك لتحديد مصيره من المشاركة في مباراة فاركو المقبلة في الدوري من عدمه. اللاعب كان قد اشتكى من شد خفيف في عودة السمانة بعد مباراة مودرن سبورت التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، الأهلي ومودرن سبورت. فاركو ياسين مرعي يمتلك شخصية الأهلي وسينضم لقائمة المنتخب قريبا. تحدث عاطف حنفي المشرف العام على الكرة بنادي فاركو. ياسين مرعي لاعب ذو شخصية وثبات، وهذا ظهر في مباراة الأهلي ومودرن سبورت. واختتم المشرف على الكرة في فاركو قائلا: تيشيرت الأهلي ثقيل على أي حد، وياسين مرعي سيصنع تاريخا مع الأهلي وسينضم لقائمة المنتخب قريبا. وسام أبو علي يتدرب منفردا لحين انتهاء أزمة كولومبوس الأمريكي. أبلغ وسام أبو علي مسؤول القلعة الحمراء باقتراب انتهاء نادي كولومبوس كرول الأمريكي من تحويل الدفعة الأولى من مقدم التعاقد معه، مشددا على أن ناديه اقترب من انهاء إجراءات قيده قبل إغلاق باب القيد في أمريكا يوم 21 أغسطس الجاري. وأشادت الساعات الماضية اتصالات بين الأهلي وأسامة أبو علي لبحث مستجدات انتقال اللاعب للنادي الأمريكي في ظل عدم قدرة الأخير على إنهاء إجراءات الصفقة حتى الآن، الأمر الذي جعل الأهلي يقيد اللاعب في قائمته المحلية قبل إغلاق باب القيد في مصر مساء الأربعاء الماضي. الأهلي عن عودة إمام عاشور للمباريات لن نتعجل خوفا على مصلحة اللاعب. كشف مصدر بالنادي الأهلي حقيقة اقتراب إمام عاشور لاعب خط وسط النادي الأهلي من العودة للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الجراحة التي خضع لها مؤخرا. وقال المصدر في تصريحات خاصة: هناك مؤشرات إيجابية لتعافي إمام عاشور من الإصابة، ولكن لن نتعجل بعودة اللاعب للمباريات حفاظا على مصلحته في ظل أن هذه الإصابة الثانية لإمام عاشور في الكتف، وبالطبع لابد أن يتخلص اللاعب منها نهائيا قبل التفكير في مشاركته في أي مباراة. أشرف بن شرقي يقترب من تشكيل الأهلي أمام فاركو في الدوري. اقترب أشرف بن شرقي نجم النادي الأهلي من استعادة موقعه في التشكيل الأساسي للمرد الأحمر في مباراة فاركو المقبلة بعدما شارك بدلا في لقاء مودرن سبورت بالجولة السابقة. ويرغب الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي في الاعتماد على أشرف بن شرقي للاستفادة من قدراته الفنية في ضرب التكتلات الدفاعية للفرق التي تواجه المرد الأحمر بفضل مهارته وخفة حركته. اليو ديانج يستفسر من مدرب الأهلي عن أسباب الغياب أمام مودرن سبورت. حرص المالي اليو ديانج لاعب خط وسط النادي الأهلي على الحديث مع عماد النحاس مدرب الفريق للاستفسار عن أسباب غيابه عن المشاركة مع المرد الأحمر أمام مودرن سبورت في الجولة اللي فاتت. وأكد عماد النحاس للاعب أن الأمر مجرد رؤية فنية للإسباني خوسيه ريبيرو، وأن فرصته في العودة للتشكيل الأساسي قائمة وبقوة بداية من مباراة فاركو القادمة. وتسبب الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي في تعطل مفاوضات مسؤول المرد الأحمر مع المالي إليو ديونج لتمديد تعاقده بسبب قرار استبعاده من المشاركة في مباراة مودرن سبورت بالجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي. ريبيرو يعالج أخطاء الأهلي الدفاعية قبل مواجهة فاركو في الدوري. يعكف الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي على علاج الأخطاء الدفاعية التي ظهرت على الفريق في مباراة مودرن سبورت السابقة. وانتقد ريبيرو أداء خطة دفاعه في المباراة، مؤكدا أنه لن يسمح بتكرار مثل هذه الأخطاء في المباراة المقبلة، ويتطلع المارد الأحمر
بقيادة خوسيه ريبيرو لمواصلة مشواره في رحلة الدفاع عن لقب الدوري. ويستعد فريق الأهلي لمواجهة فاركو في 9 مساء الجمعة القادم على استاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز. ياسين مرعي ينال ثقة ريبيرو بعد مباراة مودرن سبورت. نال ياسين مرعي مدافع الأهلي الجديد القادم من فاركو ثقة الإسباني ريبيرو المدير الفني، ونجح ياسين مرعي في إحراز هدف فريقه الثاني بعدما كان متأخرا بهدفين. ونال ياسين مرعي القسط الوافر من إشادة ريبيرو بعد اللقاء، في ظل أنها المباراة الأولى له مع الفريق عقب التعاقد معه في الانتقالات الصيفية الماضية. مش مفهوم وملوش أي مبرر. تعليق ناري من مودرن سبورت على اعتذار حسام حسن لجماهير الأهلي. انتقد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي مودرن سبورت اعتذار حسام حسن مهاجم الفريق إلى جمهور الأهلي. ولعبد الظاهر السقا في تصريحاته: حسام حسن ليس من أبناء الأهلي واعتذاره غير مفهوم بالنسبة لي. فوجئت باعتذار حسام حسن لجمهور الأهلي على وسائل التواصل الاجتماعي عقب تسجيله هدفا في مباراة السبت. واختتم عبد الظاهر السقا تصريحاته: خطة خوسيه ريبيرو وتشكيل الأهلي ساعدنا في الظهور بشكل أفضل في المباراة، وبالمجمل سعداء بالنتيجة وبداية جيدة في مشوار الدوري. في الختام لا تنسوا الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، واشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.